مسا على كل عشاق دحيح الأفلام. فيلمنا النهاردة اسمه كام بلاي، وبيحكي عن ولد بيطلع له الجن الصغنن وبيكون عاوز يصاحبه وياخده معاه العالم بتاعه. ما تيجي نشوف وما تنساش تطفي النور. بيبدأ الفيلم مع الواد أوليفر، وأوليفر كان طفل زي باقي الأطفال كل دماغه في اللعب وبس، وكان وقتها عايش مع أمه سارة وأبوه مارتي، وكانوا بيعيشوا حياة سعيدة. ولكن الواد أوليفر كانت بتواجهه مشكلة كبيرة، وهي إنه مش بيعرف يتكلم بشكل طبيعي وعنده مشاكل كتيرة في النطق زي الره بالظبط اللي منتشرة بين معظم الناس. وفي يوم من الأيام الواد أوليفر كان قاعد في أوضته عادي، ولكن بتوصل له على الموبايل بتاعه رسالة مش عادية أبدا، وهنا بدأ يسمع أصوات كتيرة بتيجي من كل مكان في الشقة. وبعدين بدأ يشغل كل أنوار البيت علشان ما يحسش برعب قوي، وكمان علشان يقدر يشوف اللي بيحصل عنده في الشقة. وبيعدي على أمه في الأوضة وبيكون نايمة، ولما بينزل تحت بيلاقي أبوه نايم على الكنبة وشكله ما كانش طايق وش أمه. وبعد كده بيدخل الواد أوليفر المطبخ وبيشرب وبيبل ريقه بعد ما اطمن شوية بعد ما شاف أبوه وأمه. ولكن بعد كده لما بيرجع الواد أوليفر على السرير بيلاقي إن في قصة مرعبة اسمها الوحوش المرعبة اتفتحت على التليفون بتاعه لوحدها، وفضل مبحلق فيها مش قادر يفهم اللي حصل. وقتها بيقرأ أوليفر القصة وبيكون مكتوب فيها إن في وحش تعيس اسمه لاري، ولاري كان نفسه في صديق يلعب معاه ويونسه بدل الملل اللي هو عايش فيه لوحده. وإن بدأت كل الأنوار حوالين الواد أوليفر تقفل مع نفسها، والمكان كله بقى ضلمة، والواد أوليفر كان خايف جدا. ده غير كمان إن نبضات قلبه بدأت تزيد وكان هيموت من الرعب. وكمان سمع صوت بيقرب ناحيته وخطوات رجلين جاية عنده، وهنا بيجري يقفل باب اوضته بسرعة وبيجري يطلع على السرير وبيتغطى وهو هيموت من الرعب. وهنا بيكتشف ان الباب اتفتح تاني لوحده، وقام بسرعة عند الباب حط حاجات كتيرة وراها علشان ما يفتحش مرة تانية، ورجع تاني يغطي نفسه من الرعب. ولكن بعدها سمع صوت الباب بيتفتح مرة تانية، والحاجات في الأوضة عنده بدأت تتكسر على الأرض وتقع وهو تحت الملاية متغطي وهيموت من الرعب. والفضول طبعا قتله واضطر يكشف وشه، وهنا شاف حاجات بتتحرك كتير في الأوضة. وبعدها فجأة بيجي الصبح وأمه كانت بتحاول تصحيه من الكابوس اللي هو كان فيه لحد ما قام، وأمه نامت جنبه علشان تطمنه. وقتها أمه سألته مالك حصل إيه، وأنا الواد كتب على الموبايل بسبب مشاكل النطق بتاعته، وكتب وعرفها إن في حاجة غريبة حصلت في البيت. ولكن هي طمنته وعرفته إن كله زي الفل. وتاني يوم سارة بتروح لأبوه مارتي وبتعرفه باللي حصل، ولكن هنا وقتها مارتي قال لها ده كده عيل صغير وطبيعي يحلم بكوابيس حصلت، فعادي يعني نفضي وما تلاقيش وكله هيكون فله. وبعدين بيروح الواد أوليفر مدرسته، وهناك بيفضل يرسم أوليفر طول الوقت رسومات لجن وعفاريت. لما المدرس بيسأله بتعمل ايه رد عليه أوليفر عن طريق الموبايل بتاعه، وهنا كل الأطفال اللي في الفصل بدأوا يتنمروا عليه. وبعد ما اليوم خلص طلب منهم واحد من الطلبة يروح يلعب معاه في الحقل، ولما راح هناك اكتشف انها كانت لعبة علشان العيال يستفردوا بيه ويتنمروا عليه. وهناك كان تليفونه زي ما يكون في حد جوه بيشوف كل حاجة بتحصل له. وهنا واحد من العيال المتنمرة رمى تليفون أوليفر بعيد وفضل يدور عليه كتير ولكن ما لقاهوش. وبعد كده سارة بتلاقي ابنها بعد ما دورت عليه كتير وخدته للدكتورة النفسية بتاعته وحاولت تفهم منه اللي حصل، ولكن أوليفر بيلتزم الصمت وبيستغل كل لحظة علشان يرسم فيها وحوش غريبة. وقتها الدكتورة طلبت من سارة ان ابنها أوليفر لازم يتعامل مع ناس ويعرف صحاب، لان كده بقى داخل في سكة توحد. وبعدها سارة خدته للماركت واشتروا حاجات من هناك. وبالليل مارتي ابو أوليفر كان في شغله، ووقتها شاف صندوق غريب جنبه وبعدين طلع منه التابلت غريب. وهنا النور بدأ يطفي ويولع في المكان كله، وكل حاجة حواليه كانت مرعبة. ده غير ان كان في وقتها خيال مرعب متجسد بورق الزبالة خارج المكان اللي شغال فيه، ومارتي ما خدش باله منه لحد ما اختفى الخيال المرعب ده. وبعدين بيرجع مارتي البيت وفرج ابنه على التابلت بتاعه اللي جابه من شغله. وهنا أوليفر ما صدق شاف التابلت وخده وجري على اوضته وهو مبسوط. ووقتها بيطلع أوليفر على الفور الأوضة بتاعته، بيبدأ يشحن التابلت بتاعه علشان يقعد يلعب عليه بعد ما تليفونه ضاع في الحقل النهارده بسبب العيال المتنمرة. وتحت كانت سارة بتتكلم مع مارتي عن أوليفر اللي كانوا شايفين إن حالته بتسوء ومفيش أي تطور بيحصل في حياته. ده كان قلقهم جدا وكانوا نفسهم يلاقوا حل لابنهم.
واوليفر لما كانوا في الاوضه كان شحن التابلت خلاص وقاعد بيلعب بيه وهو مبسوط، وهو بيركب وشوش واشكال مرعبه على وشه وكان مستمتع جدا. ولكن في لحظه وهو بيلف اكتشف ان الجهاز عمل وش الكائن غير مرئي موجود جوه الدولاب بتاعه، ولكن ما تمش وكمل لعب. ولكن هو بيلعب وبيلف تاني في الاوضه شاف الشكل اتجسد على كائن مره تانيه جوه الدولاب. وهنا اوليفر بيقفل الدولاب على الفور وبيجري على السرير علشان ينام. وبالليل بيطلع مارتي تاني لشغله، وساره بتطلع تطمن على ابنها وهو نايم علشان تطمن عليه. وتاني يوم كان اوليفر قاعد بيلعب على التابلت بتاعه وهو بيفطر، ولكن هنا سمع صوت حد بيكلمه من التابلت بتاعه، ورمى هنا اوليفر التابلت على الفور وهو مرعوب ومش قادر يفهم اللي بيحصل. وهنا اوليفر بيكتب على التابلت مين بيتكلم، ولكن محدش بيرد عليه. وبيدخل هنا اوليفر المطبخ يعمل اكله تاني، ولكن هنا الموبايل بيرد عليه وبيقول انا لاري. وهنا القصه بتاعت لاري اشتغلت لوحدها، ولاري اتكلم وعرف اوليفر ان لاري عاوز يكون له صديق ويتونس بيه في حياته. واوليفر وقتها ما كانش قادر يفهم حاجه وكان مرعوب. وهنا ساره جت وشافت ابنها زعلان وحاولت تفهم منه اللي حصل، ولكنه ما اتكلمش، وهي افتكرت انه حزين كالعاده يعني زي ما هي متعوده معاه. وهنا اوليفر بياخد التابلت وبيشيله في مخزون البيت بسرعه علشان يقفل الهبل اللي بيحصل معاه. وبالليل ساره بيتكلم صحاب اوليفر في المدرسه، ولكن وقتها بيجي العيال اللي بيتنمروا على اوليفر وساره ما كانتش تعرفهم، وحاولت تخليه يقابل العيال ويلعب معاهم، ولكنه كان متوتر وما كانش عاوز يقعد معاهم. وبيجي الليل والعيال معاه، وكان اوليفر طول الوقت بيبص على المخزن اللي فيه التابلت وبيعيط بصوت واطي جدا. وهنا صحابه حسوا انه بيبص على المخزن وفهموا انه اكيد مخبي فيه لعب او حاجه. وهنا الواد بريون بيقوم يجري ناحيه الدولاب وبيفضل يدور فيه على اي لعبه او حلويات تسليهم وهم قاعدين بدل الملل اللي هم فيه ده. ولكن وقتها بريون بيلاقي التابلت بتاع اوليفر، ومن تاني القصه بتاعت لاري بتشتغل لوحدها. وحاول اوليفر كتير انه يمنعهم من اللي بيعملوه علشان هو عارف النهايه كويس، ولكنه مش بيقدر عليهم، وبيصمموا انهم ياخدوا التابلت منه وبيكملوا القصه. وجاك بيعرفوا ان دي تكون قصه لاري وهو بيدور على صديق ليه يلعب معاه. ومن هنا النور بيبدا يطفي ويولع مع نفسه وسط رعب باقي العيال. وبيعرفوا من القصه ان لاري يكون طويل ورفيع جدا وجاي من عالم الجن. ولكن بعدها بتبدأ كل الكشافات اللي في المكان تتكسر مع نفسها، وكلهم كانوا خايفين بشكل كبير جدا. وهنا اوليفر بياخد التابلت وبيشغل الكشاف بتاعه وبيفضل يلف بيه علشان يعرف مكان لاري. وهنا بيظهر قدام اوليفر كائن لونه ابيض مرعب. واحد من العيال اللي هو بريون بيكون فاكر كل اللي فيه ده لعبه، وبياخد التابلت منه بيكمل قرايه القصه. وبعدها بيروح رايح عند المكان اللي هو فيه الكائن المرعب، وهو بيعرفهم ان كل اللي بيحصل ده مش حقيقه. ولكن هنا الترابيزه بتتحرك ناحيته وبتخبطه في الحيطه، وكلهم بيفضلوا يصوتوا ويصرخوا. وهنا كل الامهات بتروح لعيالها وبياخدوهم وبيهربوا بيهم من المكان بسرعه، وما بيلوموا ساره على اللي عملته ده، غير انهم اتهموا اوليفر ان هو اللي عمل كده في عيالهم. وهنا ساره بتدخل البيت وهي متعصبه وبتروح عند اوليفر علشان تفهم منه ايه اللي حصل، ولكن هو بيفهمها انه ما عملش اي حاجه وان العيال هم السبب في كل حاجه. وساره وقتها كانت تعبت من كل حاجه بتحصل مع ابنها اوليفر. وتاني يوم بيروح اوليفر المدرسه، وزمايله هناك كانوا مستغربين ان بريون ما بقاش يروح المدرسه خالص. وبعدين بنروح للبيت تاني، وساره لما كانت في البيت كانت جايبه لمبات جديده علشان تركبها في البيت مكان اللي باظت. وهنا بتاخد بالها من القصه اللي شغاله على التابلت بتاع اوليفر، وبتلاقي بعدها ان الكهرباء بتفضل تطفي وتنور في المكان تاني. ولما بتروح علشان تظبطها بتكون كويسه، ولكن بعدها لما بترجع للصاله بتستغرب وتتفاجئ ان اللمبات كلها اتركبت لوحدها وهي مرعوبه ومش قادره تستوعب اللي بيحصل. وهنا بتسمع صوت خطوات بتقرب منها، ولكنها ما كانتش قادره تشوف اي حاجه. وهنا بتجيب سكينه من المطبخ، وهنا بتقول مين موجود في المكان. والصدمه بتحصل لما تسمع الصوت جاي من التابلت من شخص بيقول انا لاري واخطف ابنك وكمان هقتله علشان يلعب معايا. وهنا كل الانوار اللي في المكان بترجع تشتغل وتطفي من تاني. وهنا بتجري الام من البيت وبتروح للمدرسه بسرعه علشان تطمن ان ابنها سليم وكويس. وهنا قبل ما تمشي مع ابنها بتلاقي ام بريون بتكلمها وبتعرفها ان ابنها بريون مش بيتكلم ولا بيرد على حد بقاله يومين من ساعه ما كان عندهم. وهنا ساره بتروح مع ابنها اوليفر عند بيت بريون، وهناك بريون بيتكلم بعد فتره وبيقول لهم اوليفر ما عملش ليا اي حاجه، لاري هو السبب في كل حاجه حصلت، ولاري عاوز واحد يكون صاحبه لكن هيقتله في الاخر. وهنا ساره بترجع مع ابنها اوليفر للبيت وبيلموا حاجاتهم كلها اللي في البيت علشان يهربوا بسرعه من البيت. ولكن قبل ما يخرج بيلاقي فيه ضوء غريب في اوضته، وهنا بيعرف ان قصه لاري اشتغلت على التابلت
التابلت لوحدها من تاني، وهنا كل الانوار اللي في الاوضه بتتفتح وبتطفي وبتنور من تاني لوحدها. وهنا بيشغل التابلت الكاميرا بتاعته وبيظهر قدامه لاري وبيكون بيتمشى في كل حته في البيت زي ما يكون بيت امه. وانا بيدخل وراه اوليفر الاوضه بيشوف لاري نزل تحت السرير مستخبي، وبيسيب لاوليفر حته صفرة فوق السرير زي السفنجه، ولاري بيشاور له ياخدها، ولكن بعدها الاضاءه بتقل في المكان وبيختفي لاري، واوليفر بياخد السفنجه وبيجري عند امه بسرعه وبيخرجوا مع بعض من البيت. وهنا بيروحوا بسرعه عند مارتي وبيعرفوا كل حاجه بتحصل معاهم في البيت، وان في كائن مرعب اسمه لاري وبيتنقل في كل مكان عن طريق الضوء. وان قرر مارتي انه ياخد معاه اوليفر الشغل بتاعه علشان يغير المود بتاعه والروتين وينسى شويه كل حاجه بتحصل معاهم في البيت. وبعدين مارتي فتح الشنطه وطلع التابلت وفتح قصه لاري واوليفر كان بيحاول يمنعه هنا. وهنا ابو مارتي قرأ القصه كلها، وفجاه النور قطع عليهم في المكان. وهنا ابو مارتي بيروح يجيب معداته علشان يصلح النور في المكان، واوليفر كان لسه موجود بيلعب باللعب بتاعته. وهنا النور بتاع لعبه اوليفر بيبوظ وبينزل يتمشى في المكان علشان يحاول يرجع النور من تاني، وبعدها بيرمي حاجه قدامه وبتخبط في حاجه بتمسكها، وبيعرف هنا انه مش لوحده في المكان. وبيرجع تاني ابوه عنده بياخده وبيدخلوا مكان الشغل، ووقتها مارتي بيفتح التابلت من تاني وبيشغل الكاميرا، وابنه اوليفر وراه كان زي ما يكون بيتشل وحاجه غريبه كانت بترفعه لفوق، لحد ما ابوه خد باله ان في وحش وراه. وهنا لاحظ ابنه واللي بيحصل له، وخدوا بسرعه وركبوا مع بعض العربيه وطاروا بيها يهربوا من المكان باقصى سرعه ليهم، وبيرجعوا مع بعض البيت. ووقتها ابوه مارتي ما كانش قادر يفهم اي حاجه بتحصل معاهم، وعمال يفكر في كل حاجه ممكنه ولكن دماغه ما كانتش جايبه اي حل. وهنا مارتي عرف ساره انه بيشوف الكائن المرعب ده في التابلت، وشكله نفس شكل الكائن اللي اوليفر بيرسمه كل شويه. وهنا اوليفر فاهمه بالرسومات بتاعته ان الكائن المرعب ده هيفضل معاهم في حياتهم، ولكنهم مش هيقدروا يشوفوه ابدا. ده غير ان لاري هيقدر يدخل ليهم حياتهم عن طريق الموبايل او التابلت. وهنا ابوه مارتي بسرعه بيجيب شاكوش وبيبدا يكسر التابلت مليون حته، ولاري كان جواه وبيشوف كل حاجه بتحصل. وتاني يوم بيعدي اوليفر على الدكتوره النفسيه بتاعته، وبعدها بيروح المدرسه. وفي الوقت ده كان اوليفر واهله خلاص فاكرين ان لاري مش هيظهر ليهم من تاني بعد ما كسروا التابلت. واوليفر بيقعد مع بريون وبيطمنوا انهم خلصوا خلاص من لاري ومش هيرجع ليهم تاني. وبعد المدرسه ما بتخلص بيرجعوا مع بعض للبيت وعلاقتهم بقت كويسه، ومحدش بقى يتنمر على اوليفر من وقتها. وبعدين بيجي الليل ومارتي كان في شغله، فجاه القصه بتاعت لاري اشتغلت من تاني على الموبايل بتاع مارتي، وما كانش مصدق اللي حصل ومش قادر يستوعب ان لاري رجع من تاني. وهنا مارتي كمل قصه لاري وقرأها كلها علشان يعرف ايه اللي هيحصل في النهايه. وهنا بيفهم مارتي ان لاري من غير صحاب، وانه بيدور على صاحب ليه علشان كده بيظهر لابنه اوليفر. ولكن بيترعب اكتر مارتي لما يعرف من لاري ان اي حد هيحاول يقف في طريقه هيخلص عليه وهيقتله على طول، علشان يكون عبره لاي حد يحاول يقف في طريقه مره تانيه. وهنا النور بيبدا يطفي ويشتغل في المكان لوحده، وانذار كل العربيات بدا يشتغل مع نفسه. ومارتي طلع يجري علشان يوقف اللي بيحصل، ولكن بيترعب لما يلاقي ان الباب اتقفل عليه وما بقاش عارف يخرج والنور كله قطع. وبيحاول مارتي يطلب المساعده من اي حد حواليه، ولكن ما بيكونش فيه غيره في المكان هو بس، وكل الناس مش موجوده. وهنا بيسمع صوت خطوات بتقرب ناحيته وهو مرعوب، وبينزل يستخبى تحت المكتب بتاعه. وهنا بيجيب تليفونه من على المكتب وبيشغل الكاميرا علشان يقدر يشوف لاري موجود فين. وهنا لاري قرب من مكتب مارتي لحد ما وصل عند الباب، وفجأة طلع وقف فوق المكتب بتاعه. وهنا مارتي بيطلع يهرب من المكان بسرعة، وبيقفل على لاري في المكتب لوحده، وبيطلع يجري بالعربية بتاعته بسرعة من المكان. ووراه كانت كل الأنوار بتطفي في المكان وهو مرعوب، وبيطير بعربيته بسرعة. وبيحس وقتها إن في حاجة معاه في العربية، وبيطلع موبايله بسرعة وبيشوف في الكاميرا لاري بيقرب منه، بيطلع له في المرايه وورا في العربيه لحد ما الموبايل بيقع منه. وبيكمل السواقه، وبعدين بيقدر يجيب الموبايل من تاني. واول ما بيفتح الكاميرا بيشوف لاري في وشه، وانه ما بيعرفش يسيطر على العربيه وبتتقلب بيه وبيعمل حادثه. وبعدين المستشفى بتتصل بساره وبتعرفها اللي حصل لجوزها مارتي، وبعدها بتسمع صوت لاري في التليفون. ولما بتدخل علشان تطمن على ابنها اوليفر، بتلاقي التلفزيون يشتغل لوحده. وهنا بدا التلفزيون يحاول يكون جمل لوحده عن طريق برامج وافلام كتيره، وبيكون اللي بيعمل كل ده لاري علشان يوصل رسالة معينة لسارة وابنها اوليفر.
وهنا لاري عرفهم انه هيفضل وراهم لحد ما يخلصوا قراءة القصة كلها، وهنا التلفزيون بيبدأ يشغل القصة مع نفسه لحد ما بتخلص كلها وبيكتب النهاية. وكانت الأم سارة بتحاول تطفي التلفزيون بأي طريقة ولا بدون أي فايدة، وهنا الأم سارة بتشيل التلفزيون وبترميه بره البيت، وكمان بتاخد كل الشاشات اللي في البيت وبترميها بره البيت. وهنا بتفهم ان لاري بيحس بالوحدة وعاوز ياخد معاه أوليفر علشان يونسه ويكون صاحبه. وهنا النور بيقطع في المكان كله، وسارة وابنها أوليفر بيحاولوا يخرجوا بره البيت، ولكن وهم خارجين بيشوفوا لاري بيطلع من الشاشات المكسورة من تاني، وهنا بيرجعوا يدخلوا يستخبوا في كل البيت من تاني، ولاري بيدخل وراهم البيت وبيكون بيحاول يوصل ليهم بأي طريقة. وبعدها لاري بيقرب من الأوضة اللي هم فيها، وبينزلوا هما الاتنين يستخبوا تحت السرير، ولكن لاري بيدخل الأوضة بتاعتهم بعد ما فتح الباب ونزل ليهم تحت السرير. وهنا أوليفر قدر ياخد باله ان جسم لاري عبارة عن كهرباء وبيعتمد على النور والطاقة اللي حواليه. وبعدها بيطلعوا من تحت السرير، وأوليفر بياخد عصاية بيسبول وبيكسر بيها كل اللمبات الموجودة في المكان، ولاري كان بيتألم لحد ما اختفى. وهنا لأول مرة أوليفر بيتكلم وبيعرف أمه انهم لازم يروحوا الحقل بسرعة، وأمه بتخرج بيه بره البيت وبيجروا في الطريق علشان يروحوا الحقل. ولما بيوصلوا هناك الأم بتفهم ان الحقل مفيش فيه ولا نور ولا طاقة، علشان كده ده أنسب مكان يهربوا فيه من لاري. ولكن وقتها الحقل كان فيه الموبايل اللي كانوا المتنمرين على أوليفر رموه بعد ما خدوه منه، وهنا بيقدر يظهر لاري عن طريق طاقة الموبايل ده، وبيبدأ يطارد سارة والواد أوليفر وهم بيحاولوا يهربوا منه قبل ما يتمكن منهم. وبعد كده بيقدر يوقع أوليفر وبيمسك رجله، وبعدين بياخده وبيجري بيه ناحية الشجرة، وهناك بيقف على الشجرة في وشه وبيمد ايده لأوليفر علشان يروح معاه ويكون صحابه. ولكن هنا قبل ما أوليفر يحط ايده في ايد لاري، جت الأم بسرعة وحطت ايديها في ايد لاري وعرفته انها هي اللي هتيجي معاه وتكون صاحبته، انه يسيب الواد ابنهم في حاله. وهنا وافق لاري وقرر ياخد الأم، وبدأت الأم ملامحها تتغير لوحش مرعب، وماتت سارة هنا واختفت مع لاري. وفضل أوليفر زعلان وحزين عليها، ولكن هي عملت كل ده علشان تقدر تحميه وتحافظ عليه. وبعد كده بيقدموا بلاغ للشرطة إن سارة اختفت، ومارتي بيرجع يخف وبيهتم بابنه من تاني. وفي يوم من الأيام بينزل تحت أوليفر من أوضته للصالة وبيمسك حد يتعلق فيه وبيفضل يلفه، وهنا بيجي مارتي وبيشوف اللي بيحصل، وعلى الفور بيطلع تليفونه علشان يفهم اللي بيحصل بعد ما شاف أوليفر متشعلق في الجو. وهنا ظهرت سارة أم أوليفر، وكانت جاية للواد أوليفر علشان تطمن عليه وتلعب معاه بعد ما ماتت. وهنا سارة اتكلمت مع أوليفر وعرفته انها تفضل تحميه طول عمرها ومش هتسيبه ابدا، ودايما هتكون جنبه. ومارتي انهار وما قدرش يمسك دموعه، وبيخلص هنا الفيلم. اتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واستنونا في افلام كتيرة جاية قريب، واشوفكم على خير ومع السلامة.